أخواتي إخواني، السلام عليكم. هذا يونس بحار يحييكم ويجدد التواصل بكم عبر قناتكم للمعرفة القانونية. كما تتبعتم معنا في الجزء الأول، كنا تحدثنا عن جهاز كتابة الضبط بصفة عامة فيما يتعلق بالإشراف والأطر المنتسبة للجهاز، وكذا السلالم والأجور والتعويضات، وفرقنا بين جهازي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. بالنسبة للأشخاص الذين لم يشاهدوا الفيديو بعد، سأترك لهم الرابط في الوصف أسفل الفيديو للاطلاع على هذا الجزء، نظرا لأهميته وترابطه مع الجزئين الثاني والثالث. واليوم في جزئنا الثاني سنتحدث عن صفة المنتدب القضائي وكل ما يتعلق بهذه الصفة. فهذا الأخير يعتبر أعلى صفة في إطار كتابة الضبط، بحيث يبتدئ بالسلم 10 ويشمل 4 درجات، وهي: أولا منتدب قضائي من الدرجة الثالثة، ثانيا منتدب قضائي من الدرجة الثانية، ثالثا منتدب قضائي من الدرجة الأولى، رابعا منتدب قضائي من الدرجة الممتازة، وأيضا يشمل منصب سامي لمنتدب قضائي عام الذي تحدثنا عنه في الجزء الأول. بالنسبة للتوظيف، يعين المنتدب القضائي بناء على امتحان ينظم من طرف وزارة العدل في وجه الحاصلين على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو الشريعة. ويمكن أيضا أن يفتح الامتحان في وجه المساعدين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. هذا فيما يخص صفة المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة السلم 10. ويعين المنتدب القضائي أيضا بامتحان ينظم في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو الشريعة، والحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة. هذا فيما يخص صفة المنتدب القضائي من الدرجة الثانية السلم 11. إذن كيف يمر الامتحان؟ يقسم الامتحان إلى كتابي وآخر شفوي. الامتحان الكتابي: بعد الإعلان عن المباراة يتم التسجيل الإلكتروني قصد اجتياز المباراة، ويتم عمل انتقاء أولي الذي يمر به الجميع ممن ذكر أعلاه، ثم بعد ذلك القيام بإرسال الوثائق اللازمة لاجتياز المباراة، والتي تكون على الأغلب وصل طلب الترشيح الأولي، نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو الدبلوم. ويرسل الملف عبر البريد إلى العنوان التالي: وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية، قسم الموظفين، مصلحة التوظيف والترقيات والامتحانات المهنية، ساحة المامونية الرباط، مع إضافة جملة: مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص علوم اقتصادية مثلا. المباراة تفتح أيضا في وجه الموظفين الحاصلين على الإجازة في التخصصات المطلوبة، شريطة الحصول على إذن من الجهة المشغلة لاجتياز المباراة. يتوصل بعد ذلك المرشحون باستدعاء لاجتياز المباراة عبر بوابة إلكترونية معدة لذلك. ويشمل الامتحان على موضوع لمدة 1.5 ساعة مع معامل 5، وقد تتضمن أسئلة عامة ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك حسب التخصص. ويمكن أيضا أن يكون على شكل اختيار من متعدد، أي كوسين، وقد يتعلق بقضايا ذات صلة بالعدالة ومشتملاتها. وبعد اجتياز مرحلة الكتابي ينتظر الجميع انتهاء مرحلة التصحيح، التي قد تتطلب وقتا يتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر تقريبا. بعدها يتم الإعلان عن أسماء الناجحين في موقع معد لذلك، ويستدعون لاجتياز الشفوي. ويشمل الشفوي على مجموعة من الأسئلة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، أيضا بمعامل 3. وقد تتضمن أسئلة الشفوي
بعد التعريف الشخصي لكل مترشح، سؤال أساسي يختاره من بين مجموعة من الأسئلة تكون ذات طابع ثقافي، اقتصادي، اجتماعي، على أن تناقشه لجنة الاختبار لتقييم مهاراته وقدراته على مزاولة المهمة عبر إعداد ملاحظات حول طريقة الإجابة وسلوك المرشح وتعامله مع الأسئلة المتعددة في نفس اللحظة. الآن سنتحدث عن بعض النصائح لاجتياز الامتحان، وتعتبر هذه النصائح شخصية مستقاة من التجربة وغير ملزمة لأي شخص. أولا، في الامتحان الكتابي وجب التحضير الجيد عبر الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالعدالة أو الاقتصاد أو كل ما هو اجتماعي مثل الظواهر الاجتماعية. أيضا مراجعة التنظيم القضائي والإلمام به. ثانيا، في الامتحان الشفوي، أولا الاستعداد النفسي، وذلك عبر السيطرة على الخوف والتحكم في الذات، ولن يتحقق ذلك إلا عبر التمرين. فلتتخيل نفسك أمام لجنة الامتحان وقم بالتعريف بنفسك بصوت عال، واختر التعريف المناسب الذي ستقدمه عن نفسك أمامه، واعلم أن النظرة الأولى تعد راسخة. ثانيا، الهندام، الحرص على الذهاب للشفوي بهندام يليق بك كممتحن للالتحاق بوظيفة عمومية. المهم أن يكون محترما ونقيا مع عدم المبالغة في ذلك. ثالثا، استغلال كل المعلومات التي سبق لك مراجعتها في المرحلة الأولى للامتحان الكتابي، بالإضافة للتنظيم القضائي. وجب مراجعة مستجدات القوانين والساحة القانونية كالرقمنة مثلا، وإدخال المعلوميات لجهاز العدالة، والقدرة على التعامل مع الحاسوب كالوورد والإكسل. واعلم قبل كل ذلك أن التوفيق من عند الله. بعد اجتياز الشفوي يعلن عن النتائج النهائية في أي لحظة، على أن تتراوح تقريبا ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع. عموما يعلن عن الناجحين بصفة نهائية في موقع معد لذلك خصيصا، ويستدعون للحضور قصد التعيين مرفقين بوثائقهم التي سوف يعلن عنها قبلا. التعيين، خلال مرحلة التعيين يؤخذ بعين الاعتبار النقاط المحصل عليها في الامتحان، بحيث تعرض أمام الناجحين مراكز الخصاص التي يتم التعيين بها، ويتم الاختيار من بينها حسب النقطة الأعلى ثم الأسفل. ولا يعلم الناجحون في أي جهاز سيلتحقون، هل جهاز كتابة النيابة العامة أو الرئاسة، كما لا يعرف أحد ما هي المعايير المعتمدة في ذلك، هل هي النقطة أم الخصاص أم غير ذلك. التكوين، غالبا ما يستدعى الناجحون للتكوين لمدة شهر داخل المعهد العالي للقضاء، حيث يتلقون تكوين على يد أستاذ أو أكثر بالمعهد، ويعتبر تكوينا نظريا يخص المهنة المزاولة. بعد ذلك يخضع الناجحون إلى تكوين عملي داخل المحاكم لمدة قد تصل ل 12 أسبوعا، 6 أسابيع داخل جهاز النيابة العامة و6 أسابيع داخل الرئاسة. بعدها يستدعون للالتحاق بمقرات عملهم، على أن يخضعوا للسلطة الكاملة والإشراف لرئيس كتابة الضبط بصفة متمرن. وبعد انصرام السنة يعمل هذا الأخير على تنقيط المتمرنين وتقييم أدائهم، بحيث يرسم الناجح، في حين من لم ينجح يخضع لسنة أخرى أخيرة قصد الترسيم، وعلى العموم فالجميع يرسم. المهام، بالنسبة للمهام لم يتم لحدود الساعة توصيف المهام داخل المحاكم بالنسبة لجهاز كتابة الضبط، لكن غالبا ما يشرف المنتدب القضائي على أحد المكاتب، ويخضع للمهام التي توكل إليه بموجب التكليف السنوي للمهام من طرف رئيس كتابة الضبط. إذن قبل الختام سأترككم مع نماذج لامتحانات سابقة، مع الإشارة على أن هذه النماذج تخص المنتدبين القضائيين ومباراة المنتدبين القضائيين المهنية داخل جهاز كتابة الضبط، وأيضا هناك نماذج متعلقة بالامتحانات العادية وهي للاستئناس فقط، وقصد التمرين والتدريب عليها. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وأيضا مشاركته مع جميع
الأصدقاء كي تعم الفائدة ولكي يستفيد الجميع، ولكي لا تبقى المعلومة حكرا على فئة معينة. دمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.